السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الميزان الديجيتال، عن مواصفاته وعيوبه ومميزاته وسعره كمان، وازاي نصلحه لو خرف مننا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف الميزان المهم لكل مطبخ، وكل ست تدخل المطبخ مهم جدا. واللي لسه ما اشترتش الميزان تشتري الميزان علشان تظبط كل الوصفات اللي هي هتعملها بالجرام. يلا نشوف مواصفات الميزان. اول زرار هو الاون والاوف اللي بنفتح ونقفل منه الميزان، الزرار الاول الزرار الاحمر. تاني زرار هو المود اللي بنغير بيه وحدة القياس من الجرام الى وحدة قياس تانية وهي الاونس، واحنا بنستخدمهاش. اهم حاجة نتأكد ان السهم يكون على حرف الجي علشان وحدة القياس اللي احنا بنوزن بيها. في طريقتين طبعا نوزن بيهم، وهي كني الطبق ده انا مش عايزة اوزن الطبق، عايزة اوزن الحاجة اللي داخل الطبق. انا كده حطيت الطبق وزنه 149 جرام. هنصفر الميزان. ازاي نصفر الميزان؟ من الزرار الاخراني اللي هو طير. صفرت الميزان كده كأني مفيش الطبق. حطيت جزازة الخل اللي وزنها 483 جرام. يبقى كده جزازة الخل وزنها والطبق موجود 483 جرام. تعالوا نتأكد ان هو الميزان ما وزنش الطبق، وزن اللي داخل الطبق هو اللي هي جزازة الخل. قفلت الميزان وهنفتح تاني من الاون والاوف. هنحط جزازة الخل وهنشوف وزن جزازة الخل كام. جزازة الخل وزنها 483 جرام. يبقى كده الطبق ما اتحسبش لما صفرت الميزان. يلا بينا نشوف الطريقة التانية اللي بنوزن بيها. طبعا هو الميزان مطفي كده، هنحط الطبق او الكوباية اللي هنحط فيها اي حاجة او اي اناء، ومش عايزة اوزن الطبق ده او اي اناء انا حطها على الميزان. انا حطيت الطبق قبل ما افتح الميزان خالص كده، مفيش وجود للطبق، دينا وزن الطبق صفر، يعني مفيش وزن. حطيت جزازة الخل والطبق موجود من غير ما اصفر الميزان. طلع وزن جزازة الخل بس اللي هو 483 جرام. يبقى كده الطريقة التانية اللي بنوزن بيها كنا نحط الإناء أو حلة أو أي حاجة هنوزن بيها قبل ما نفتح الجهاز خالص. الميزان ده هو من الزرار الأون والأوف، يبقى كده ما بيوزنش الحاجة دي كأني مش موجودة. ادي الطريقة التانية. الميزان هيكون ليه حجرين هيشتغل، وده هنفتح كده نتأكد ان الحجارة يبقى كده الميزان بتاعنا بيشتغل بالحجارة. الحجارة دي انا مشترياها من غير الميزان طبعا، واخر الفيديو هقولكم سعر الميزان الخطير ده. وفي طريقة لو علق معانا الميزان هنحوش اللزقة كده من ورا اللي في الميزان، وفي مسمار من ورا هنحاول نربط الميزان لو كان بيخرف معانا، وبالذات لما يكون الميزان ده. هنحوش اللزقة اللي على الميزان من ورا، وفي المسمار من ورا اللزقة هنحاول نربط عليه بالمفك. ادي المسمار اهو. والميزان ده بيوزن لحد 10 كيلو جرام، من جرام لحد 10 كيلو، يعني ممتاز جدا. ومميزاته بصراحة حلوة قوي بالنسبة لسعره. وسعره يا جماعة انا جايباه ب95 جنيه. عيوبه عايز المحافظة عليه، وبعد ما نوزن نشيله بسرعة
علشان هو خفيف ومتعرض يقع في الارض.